تخيل تكون فنان طول حياتك بتغني، وبعدين قبل ما تموت تقول لو مت امسحوا الاغاني بتاعتي، وبعدها تموت فعلا. وده اللي حصل مع الفنان الشعبي احمد عامر. الراجل كان راجع من المنصورة للقاهرة وجاله تعب فجأة، نقل المستشفى وتوفى هناك. كلامه لمس ناس كتير وخلاهم يراجعوا نفسهم، بس برضه الناس اتقسمت نصين. ناس قالت دي توبة جميلة وربنا يرحمه ويغفر له، ناس تانية قالت هو فكر يتوب دلوقتي بعد العمر ده كله. كل واحد شاف الموضوع من زاويته، بس اللي متفقين عليه ان الموت دايما بيصحي القلوب. المطربين اتأثروا وقالوا طارق الشيخ طلع قال انا كمان هخلي اولادي يمسحوا اغانيه بعد وفاتي علشان اسيب سيرة حلوة. حمو بيكا حذف كل اغاني احمد عامر من على قناته وطلع قال للناس الراجل وصى واحنا لازم نحترم وصيته وندعي له. يعني الكلمة اللي قالها احمد قبل ما يموت ما كانتش كلمة عادية، دي صحوة لناس كتير. طيب واحنا رأينا في الاغاني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وتفاسير كتير قالت ان لهو الحديث هو الغناء اللي يضيع وقتك ويبعدك عن ذكر الله. يعني الموضوع مش بس اغنيه حلوه وصوت جميل، الموضوع ان في حاجات بنسمعها بتاثر في قلوبنا من غير ما نحس، تخليك بعيد عن الصلاه، عن التوبه، عن اي حاجه ليها علاقه بربنا. التوبه بين العبد وربه، وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. فما تحكمش على اخر كلمه قالها انسان، يمكن تكون سبب نجاته.